اعتزلت الغرام يوم الحب. دومينيك فينا نسجل بليز؟ يلا. برمضان النجوم عالشاشات كتار، النجوم عالشاشات كتار، وعنا دورك انت تختار. نجمك بهمنا، نجمك بهمنا. آراء وتصويت على التليفون، صحافة بالاستوديو وهداياكن بالقرعة. نجمك بهمنا كل تنين وخميس 8:30 المساء. معي أنا دومينيك أبو حنا طيلة شهر رمضان المبارك، من إخراج غسان الخوري عبر صوت الحرية. سمعنا شوف يلا. ثانك يو. اول شيء بدي اشكر تريبل اي على التغطيه دائما، وان شاء الله ليله كمان بنكون عم نعمل حلقه حلوه. رح نكون عم نتناقش مع بولا بخصوص مسلسل مش انا. أنا على طول بشوف حركشات إلك على فيسبوك مثلا، بوستات بتعطي رأيك بمسلسلات، فهون ما بتخاف إنه الفنانين يزعلوا منك بما إنه صحافة حضرتك؟ هلا هو اصلا شغله الصحافه انه ما يكون عم بيسكت، شغله انه يكون عم بيعطي رايه، ولكن بطريقه انا يعني كل يلي بكتب بتحدى حيلا هالشخص يلاقي لي بوست مجرح فيه بحدا. حتى اوقات بوقتها يكون في كومنت سلبيه بكتبهم بطريقه الشخص المعني بالموضوع بحس انه انا هدفي يكون عم بحسن اكثر من انه يكون عم جرح فيه. وهذا بعتقد الشيء اللي صار من كم يوم وقت عملت كتبت بوست بخصوص مسلسل يا ريت. مسلسل يا ريت، ممثلة ماجي بوغصن تقبلت الموضوع. في كم نقطة كنت كاتبهم أنا نيجاتيف عن الموضوع، عن المسلسل، ناقشتني فيهم. عرفتي كيف؟ في كمان وسام، كلهم فاتوا حكيوني بالعكس بيتقبلوا، لانه هو دائما الاسلوب هو يلي بيفرق. يعني فيك انت تكوني تبين انه عندك نيه انه تكوني عم تحسني محبه بهيدا الشخص وبالعمل وتقديرا له، انه في اخطاء لازم الواحد يلفت الانتباه تتكون عم ترجع تتصحح، غير ما يكون الواحد بس هدفه انه يهدم كل شيء. مش أنا مش أنا واحد تاني غيرني زماني وخلاني أنا مش أنا مش أنا. ما بتخاف إنك أنت يعني توجه أصابع الاتهام إلك بما إنه البروجرام في شيء صار مثله قبل، وتحديدا بروجرام كان ينعرض على الان تي في هديك السنة؟ بروجرام ريتنج رمضان كان يستقبل الممثلين وابطال العمل تيكونوا عم بيحكوا عن عمل هن عاملينه، يعني شهد من اهله. فانا رايح باطار غير كلي، يعني اللي هو عم بستقبل الصحفيه من اهل الصحافه والاعلام تيكونوا عم يعطوا رايهم بصراحه، ان كان بوزيتيف او نيجاتيف عن كل مسلسل لحال. فما فينا نعطي مقارنة بين الاثنين، لأنه بكل بساطة يعني أنا صار في اجتماعات مع إدارة صوت الحرية، وكان في طرح إنه طالما في تصويت ليه ما بنكون عم ناخد اتصال من الممثل يلي عم يربح، أو نكون عم نستقبل من أبطال المسلسلات. بس حسينا انه رح يكون في حرج حتى للمستمعين، يعني وقتها يعرفوا انه هيدا الممثل موجود معنا بالاستوديو او على السمع، لا شعوريا رح يصير بده يصوت له. ونحن هيدا اللي كنا عم نحاول نتحشى. فريتنج رمضان هو جاب اشخاص هن عاملين شغلهم، واكيد رح يكونوا عم يحكوا بطريقه كتير بوزيتيف عن شغلهم، لانه ما حدا بيقول عن زيتاته عكرين. اما نحن عم نستقبل الصحافه تيكون راينا حر وموضوع بشكل تام. دومينيك فينا نسجل بليز؟ يلا.